معنا للحديث عن هذا الموضوع الدكتورة نضال. يا هلا فيك دكتورة معنا في كيف الصحة. دكتورة اليوم نتكلم عن موضوع الحمل، وبنتكلم عن المراحل الثلاثة الأساسية والمشاكل تواجه كل مرحلة. إذا تكلمنا عن المرحلة الأولى، شو يعني المشاكل الشائعة اللي ممكن تصير في المرحلة الأولى؟ بالنسبة للحمل هو 280 يوم إذا تم احتساب المدة من أول يوم لآخر دورة شهرية، يعني 9 أشهر و7 أيام، و266 يوم إذا احتسبناه من أول يوم لتلقيح البويضة. فتم تقسيمه إلى 3 مراحل، كل مرحلة 3 شهور. المرحلة الأولى هي من 1 إلى 13 أسبوع تقريبا، المرحلة الثانية من 14 إلى 28، والمرحلة الثالثة هي باقي الحمل إلى حد 40 أسبوع. لكل مرحلة من هذه المراحل مشاكل تخص المرحلة نفسها، وهنالك مشاكل تحدث بغض النظر عن أي مرحلة، ممكن تحدث في أي مرحلة من المراحل، مثلا السكري، القلب، التهاب الكليتين والحالب، الربو، هذا ممكن يحدث في أي مرحلة من ما له علاقة بمرحلة معينة. وباختصار وفشي مهم جدا أحب أقوله، الخطوة الأولى لحل أي مشكلة من هذه المشاكل هو التعرف عليها. فإذا ما تم التعرف على هذه المشكلة، واللي هي قضيتنا اليوم بالذات بالتحديد، قضيتنا التعرف على الأمهات والأجنة المعرضين للخطورة العالية أثناء الحمل والولادة. فإذا ما تم التعرف على هذه المشاكل، هنالك سلسلة من الإجراءات سوف تتم بهدف هؤلاء المرضى المعرضين للخطورة لغرض حمايتهم من الاختلاطات والمشاكل الأخرى، حيث أن الكثير من الحوامل تأتي للعيادة بالبداية ويتم تصنيفهن أو تحديدها كأنها قليلة الخطورة، لكن بعد فترة تتحول هذه الحامل إلى حمل من ذوات الخطورة العالية. وهنا تأتي أهمية المراجعات المستمرة والاتصال بالطبيبة، ويجب أن تكون يعني مراجعات مستمرة ومتواصلة، لأنه ممكن الحمل قليل الخطورة بالبداية يتحول إلى حمل من ذوات الخطورة العالية، حيث ليس دائما الحمل هو عملية فسيولوجية، لكن قد تعتريها هذه المشاكل التي قد تؤدي مضار صحية جسيمة على الأم وعلى الجنين أو على الاثنين معا. هذا بشكل عام. هذا بشكل عام. بالنسبة للمرحلة الأولى، طبعا إحنا بالنسبة لضيق الوقت ما نقدر نغطي كل المشاكل، ولكن أحب أني أغطي المشاكل المهمة والشائعة واللي ممكن الناس أكثرهم سامعين بها. مثلا في ال3 أشهر الأولى عادة تجي النساء، أكثر النساء يشكون من فرط القيء، يعني إحنا نعرف كلنا الغثيان والقيء هو من المشاكل الشائعة تقريبا بالحمل. سببها عادة هو زيادة هرمون الاستروجين وهرمون الجونادوتروفين، وأيضا الحمل بأكثر من جنين بعد استبعاد التهاب الجهاز الهضمي واختلال الغدة الدرقية. ففي حالة كون القيء بسيط ممكن هنا، واللي هي تقريبا 50% من النساء يشكون من القيء، مو فرط القيء، مو الزايد. فهذول عادة أن نوصيهم بنوع خاص، نظام غذائي خاص، وأن ما تترك المعدة خالية، لأنه كل ما تخلى المعدة كل ما تتعرض إلى قيء أكثر. وتحاول تقعد الصبح مثلا تستعمل الخبز، البقسم، هذه الأشياء كلش مفيدة. بنفس الوقت تقدر تستعمل مضادات الحموضة مع الراحة، هذا إذا كان بسيط. لكن أحيانا القيء يتحول إلى فرط القيء، وتنتهي المريضة بجفاف وفقدان الصوديوم والبوتاسيوم والمعادن المهمة للجنين. وهنا يجب مراجعة الطبيب إجباري، ودخول المستشفى لأخذ المحاليل والسوائل وتعويض الإلكترولايتس اللي انفقدت من جسمها. الناحية الثانية عندنا الحمل خارج الرحم مهم جدا طبعا، والمرأة بال3 أشهر الأولى من الحمل يهمها مهم جدا أنه تعرف حملها داخل الرحم لو خارج الرحم، هذا فشي كلش مهم. فالحمل خارج الرحم هو معناتها لما تتعلق البيضة المخصبة في مكان خارج بطانة الرحم، ليس في بطانة الرحم. غالبا ما تكون في قناة فالوب، ونادرا ما تكون في المبيضين، في أحد المبيضين أو في عنق الرحم. دكتورة هل نسبتها عالية؟ والله هي موجودة، يعني نسبته تقريبا يتراوح بين 1 إلى 3% النسبة مالته، ولكن أسبابه هو المهمة عادة، حتى تعرف ليش يصير عندها. أسبابها عادة التهابات والتصاقات في الحوض، وعادة سببها
التهابات مزمنة أو عمليات أخرى أجريت مثلا على عمليات قيصرية أو عمليات أخرى داخل البطن سببت التصاقات. ومن الأسباب الأخرى طبعا هذه الالتصاقات كلها والالتهابات ممكن تمنع وصول البويضة من قناة فالوب إلى الرحم فتتعلق بهذا المكان، تبقى في قناة فالوب وتتعلق به. من الأسباب الأخرى المهمة جدا هو البطانة الهاجرة، إذا البويضة اشتبهت بالبطانة هاي تهاجر بطانة الرحم إلى مكانات أخرى مثلا بالأنبوب، وهنا راح تتعلق البويضة المخصبة بهذه البطانة الهاجرة ويتم الحمل في هذا المكان. عادة الأنبوب يكون ضيق جدا فما يتسع لنمو الجنين، فيكبر الجنين بمجرد ما يوصل حجم معين راح ينفجر. انفجار هذا الحمل خارج الرحم راح يحدث نزيف داخل البطن وليس خارج، فمن أعراضه راح تكون آلام شديدة بالبطن مع ونزف ما فيه. فلهذا السبب يجب إجراء فحص الألتراساوند السريع لمعرفة أنه الحمل ليس في داخل الرحم، ووجود سوائل أيضا داخل الحوض، ومعرفة أيضا هرمون الجونادوتروفين اللي ما راح يتضاعف مثل مضاعفته بالحمل الطبيعي. أما طريقة القضاء عليه فهو بفتح بطن أو بعملية المنظار، وهذا يعتمد على الحالة العامة للمريضة وعلى المرحلة اللي واصل لها الحمل. وهنالك عقار الميثوتريكسات في نستعمله أحيانا لإذابة الحمل خارج الرحم في مرحلة معينة من مراحل الحمل خارج الرحم. أما ممكن المرأة تحمل بعدها، بعد ما يرجع الهرمون الجونادوتروفين يوصل للزيرو، ممكن يتحقق حمل آخر بعدها. نعم. من المشاكل الأخرى المهمة جدا هو عندنا الإجهاض. يعني كل الناس تعرف الإجهاض هو لما تفقد الأم الجنين قبل الأسبوع 20، فهذا يخضع يصير بالمرحلة الأولى تقريبا وبالمرحلة الثانية أيضا التغطية مالته، فيدخل أيضا ضمن النزيف النزف الرحمي اللي يصير. وهنا طبعا عادة المرأة تفقد الجنين في حالة اشتباه وجود خلل في الكروموسومات أو تشوهات خلقية في الجنين، أو أحيانا ارتفاع ضغط الدم، السكري، اختلال الغدة الدرقية. هاي كلها أسباب ومسببات للإجهاض. فإحنا طبعا طريقة التشخيص تتم أيضا عن طريق أخذ القصة والفحص السريري وفحص الألتراساوند لمعرفة وجود نبضات قلب الجنين من عدمها، ومعرفة قناة الرحم إذا متسعة أو لا، وهنا حتى تأخذ التدابير اللازمة لإنهاء الحمل في حالة يكون يعني منتهي، أو المحافظة عليه باستعمال المثبتات المعروفة حاليا إذا كان من النوع المهدد. وعدة أنواع طبعا للإجهاض ما نقدر نفوت بها، تكلمنا فيها سابقا ذاك الإجهاض المتكرر. دكتورة ها بالنسبة حق المرحلة الأولى ممكن نسميها، إذا تكلمنا عن المرحلة الثانية هل تختلف؟ هل نعم. في تشابه؟ المرحلة الثانية بدأت المرأة ترتاح شوية نفسيا، هسه الرحم بدأ يصعد للبطن، النمو مال الجنين قام يكثر، فبدأت تقل عندها التقيؤ، خلص موضوع التقيؤ، بس ممكن تدخل بمرحلة الأنيميا مثلا. الأنيميا من الأشياء الشائعة جدا بالحمل. الأنيميا هي نقص كمية الهيموغلوبين. المعروف أن الهيموغلوبين هو اللي ينقل الأكسجين لكل خلايا الجسم، فالأسباب الرئيسية اللي احنا دائما نشوفها احنا هو نقص الحديد، نقص حامض الفوليك، ونقص البي 12. من الأكثر شيء شائع هو نقص الحديد، لأن الحديد يدخل بتركيب الكريات الدم الحمراء. كريات الدم الحمراء هي اللي تحمل الهيموغلوبين. الهيموغلوبين هو المسؤول عن توزيع الأكسجين لكل خلايا الجسم بضمنها الرئتين، ولهذا الحامل لما يكون عندها فقر دم تشكي رأسا من نقص بكمية الأكسجين وصعوبة بالتنفس، تجي تقول أنا ما أقدر أتنفس، يعني نفسي يضيق بالليل، وبنفس الوقت دوار مع اصفرار وشحوب بالوجه. فهذا طبعا مهم جدا، ونحب يعني نبلغ الحوامل على استعمال أقراص الحديد أثناء الحمل، وأهمية أقراص الحديد أثناء الحمل، وعدم التساهل بأخذها، يعني لأن هنا بس أحيانا تسبب لها نوع من القيء، فممكن يعني تحاول تأخذها بالليل قبل ما تنام حتى تتلافى موضوع القيء. هاي بالنسبة للأنيميا مزعج جدا طبعا. نعم. هاي بالنسبة للأنيميا. نعم. حالات النزف وتكملة الإجهاضات أيضا بهاي المرحلة الثانية نفس الشيء يصير. وعندنا الموضوع المهم جدا والشائك هو الولادة المبكرة. الولادة المبكرة هو اللي تحدث بين الأسبوع 20 إلى الأسبوع ما أقل من 37. هذه الولادة المبكرة طبعا من مشاكلها أنه الطفل يكون صغير الحجم، اللي هو أقل من 2.5 وزنه، 2.5 كيلو. هو هذا الطفل الخديج يكون وزنه أقل من 2.5 كيلو، وهذا الطفل يكون الأعضاء الصدرة يعني الخلايا التنفسية غير
كاملة وغير مهيئة للتنفس للعمل أو التنفس. فلهذا الطفل هنا أول خطوة راح يصير به هو ضيق التنفس مالته ومشاكل الجهاز التنفسي. إضافة إلى ذلك هو وزنه راح يكون صغير، فتحمله للمشاكل كلها راح تكون قليلة، يعني قابلية التحمل ومناعته راح تكون ضعيفة، فراح يكون عرضة للالتهابات الأخرى أيضا بالجسم، مقاومته راح تكون قليلة. بنفس الوقت راح يحتاج هذا حاضنة لتكملة بقية الأيام مال عمره. فبمجرد ما الطبيب يشك أنه هذه المريضة راح تكون عندها ولادة مبكرة، يجب فحص السائل المحيط بالجنين، لأنه واحد من الأسباب الرئيسية للولادة المبكرة هو انفتاح السائل الأمنيوسي، وفحص قناة عنق الرحم حتى يشوفوها متوسعة أو لا، لأن إذا متوسعة معناتها في مرحلة معينة معناها يعني ولادة عندها. فبمجرد تشخيص الولادة المبكرة يجب الاستعلام عن وجود مستشفى تقبل الحامل وتستقبل أنه فيها حاضنات وفيها تكون مجهزة لاستقبال الطفل الخديج، لأن هذا تعرفين يعني هذا مشكلة وعبء يعني قوي، لأن يحتاج يكمل فترة بالحاضنة. فإحنا كلنا نحاول نتلافى الطفل الخديج لأنه متعب. نعم دكتورة، غطينا المشاكل الأكثر شيوعا في المرحلة الأولى والثانية من الحمل. إن شاء الله بعد الإعلان بنتابع حديثنا مع دكتورة نضال